السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي. أنا لؤى. هنعمل النهاردة مع بعض خبز الفوكاتشا الإيطالي. عيش لذيذ قوي، من غير عجن، بسيط وهش قوي ومقرمش كده من بره. الطبقة الخارجية بتبقى كراست كده، وهو بيبقى غرقان بزيت الزيتون وأي منكهات انتوا حابينها، بسيط وسلس بالفراغات اللذيذة اللي فيه ديت. ان شاء الله تجربوه وتعجبكم. لو لسه ما اشتركتوش في قناتي ياريت تشرفوني وتشتركوا وتضغطوا لايك، ويلا مع بعض نشوف الطريقة. هنا عندي الكوباية اللي بعاير بيها، اللي هي كوباية الشاي العادية بتاعتنا. عايرت بيها كوبايتين حوالي 400 ملي ومعلقة سكر كبيرة. وعندي هنا الخميرة الفورية، هاخد نص الكيس بس، ده الكيس ال11 جرام، يعني حوالي 6-7 جرام كده. ومعايا معلقتين كبار من زيت الزيتون. كل ما النوعية تكون كويسة هيبقى العيش لذيذ قوي. بس همزج الكلام ده كله مع بعض. وهنا عندي معلقة صغيرة من الملح، هقلب. وبعدين هنزل بنص كيلو من الدقيق على طول قبل ما اختبر الخميرة، لانه هنا انا مجرباها كذا مرة فواثقة ان هي كويسة. هحط هنا 500 جرام من الدقيق، ومن الكوبايات ديت حوالي 4 كوبايات. نقلب الكلام بقى كله ده مع بعض، كله بالسباتولا بس عادي، او معلقة خشب اذا عندنا. هقلبها بس هيختفي الدقيق في السائل كده، وهنشوف قوام العجينة هيبقى المفروض عامل ازاي. كده تمام، بقلب كل الجوانب، مش بستخدم ايدي خالص في المرحلة دي. كده الدقيق عندي اختفى كله، اتمزجت المكونات كويس. كده تمام، زي ما احنا شايفين قوام العجينة بيبقى ملزق زيادة، زي ما احنا شايفين كده، هو ده القوام المطلوب. هغطي الكلام ده كله كده نص ساعة، نص ساعة بس، وهبدأ تكنيك العجن زي ما احنا هنشوفه مع بعض، مش متعب. كده بعد ما عدى عندي نص ساعة، هجيب عندي طبق فيه مية، هبلي ايدي بالمية كده كويس قوي، صوابعي وبين صوابعي، وهشيل اطراف العجينة من حواليها. كل مرة بشدها كده زي الاسترتش، وانزلها كل اطراف العجينة 5-6 مرات في المرة. وكل مرة او مرتين بحط مية على ايدي كويس، طبعا عشان العجينة زي ما احنا شايفينها يعني ستيكي قوي، يعني ملزقة زيادة، بتمط كده كل مرة هتنعم. كده تمام، يعني 5-6 مرات كده على حسب ما انتوا حابين. بنشد طرف العجينة وننزله كده. من غير عجن خالص ومن غير مجهود. هغطي بقى مرة العجينة كمان مرة نص ساعة كمان. انا هعمل العملية دي حوالي 3 مرات كده. المرة التانية نفس الكلام، لازم المية بستعملها مع وانا بمط العجينة كده من الجنب، بشدها بس كده وارجعها قدام زي ما احنا شايفين مع بعض. كل مرة بتنعم في ايدي زي ما احنا شايفين. اول مرة كانت مكرمشة شوية، وبعد كده مرة على مرة بتنعم. طبعا مع كل مرة ببل ايدي كويس، باجي اخد العجينة وامطها، يعني 4-5-6 مرات كده براحتكم. كده تمام، وهغطي بقى العجينة تاني نص ساعة. نفس الكلام، دي تالت مرة. العجينة بدأت تنفخ كده وتبقى يعني طرية زيادة.
كل مرة طبعا ببل ايدي زي ما احنا شايفين، هي بتمط معايا بكل سهولة ومش بتقطع مني كده. تمام. هغطيها بقى لاخر مرة قبل ما احطها في الصينية، هغطيها نص ساعة وكده هخليها على جنب زي ما احنا شايفينها اهو، مش هفرغ منها الهواء ولا حاجة، هخليها على جنب. وبعدين عندي الصينية اهي، هدهنها كويس قوي بزيت الزيتون. استعمل في الوصفة دي زيت الزيتون بسخاء شوية، وكل ما كانت النوعية بتاعت زيت الزيتون كويسة كل ما كان العيش بتاعنا والفوكاتشا بتاعتنا حلوة وطعمها حلو قوي من جميع الجوانب كده. هنخليها على جنب، وبعدين هدهن ايدي كويس قوي بزيت الزيتون علشان العجينة ما تمسكش فيها وعشان نغذيها شوية ونعمل لنا ايدينا شوية. انا مش بفضي الهواء، انا بشيل الجوانب اطراف الطبق اهي، احنا محتاجين الهواء ده كله اللي فيها. بساعد على طول بزيت الزيتون معايا زي ما احنا شايفين. هي دي الطريقة، شيلها هيلة بيلة كده، وبعدين هنبدأ نفردها بس نمطها، يعني مش هنفرد ومش هندوس عليها. شوية كده زيت زيتون كمان على الوش. هنشد بقى من الجناب بقدر الامكان يعني عشان نفردها في الصينية كويس، تاخد شكل بس الصينية كده. هي المراحل بتطول شوية بس هي مش متعبة، هي بس بتاخد وقت. كل ما نريح العجينة بنريح حوالي نص ساعة كده. تمام. هغطيها بقى واسيبها 10 دقايق بالظبط، وبعدين هنحط بقى نشوف المطيبات اللي هنحطها عليها. بس قبليها بشوية هنحط شوية من زيت الزيتون وندهن ايدينا كويس بزيت الزيتون، وبعدين بطراطيف صوابعي زي ما احنا شايفين كده بالظبط بعمل فجوات كده مسلية قوي، حركة لطيفة قوي. وبعدين عندي هنا يعني هنزين بقى بأي حاجة أو أي طعم احنا حابينه. أنا حطيت هنا زيتون أخضر كده مخلي، كام واحدة كده فوق الوش. ممكن أي نوع تاني زيتون تاني، ممكن شيري توميتو، ممكن بصل، ممكن اللي انتوا عايزينه. وعندي هنا مكعبات شيدر كده مقطعها مربعات، مكعبات ولا مربعات أي حاجة. شيدر أبيض أهو، ممكن أي الأحمر برضو بتبقى حلوة قوي. وعندي كده رشة من الزعتر، تحطوا أي أعشاب بقى انتوا حابينها. هنا حبيت ألون شوية كده، حطيت حلقات من الفلفل الرومي الأحمر، يعني حطيت حبة لون كده. وبعدين هرش رشة زعتر ناشف، ممكن بقى أي أعشاب انتوا حابينها وحابين طعمها رشوها. هغطي بقى الكلام ده كله 10 دقايق قبل ما افتح الفرن على درجة حرارة 200. هرش رشة كده، طبعا الفرن كده مفتوح بقاله ربع ساعة. رشة من زيت الزيتون وبقت فلافي كده وطرية زي ما احنا شايفين، حلوة جدا. والفقاعات ملياها كده من على الوش، مش عارفة باينة ولا لأ. حطها في الفرن في النص على درجة حرارة 200. هي اخدت معايا حوالي عشان انا الفرن عندي مش عالي قوي، خدت معايا بتاع نص ساعة تقريبا. احنا بنتابعها من 20 دقيقة حسب الفرن عندكم. زي ما احنا شايفين قوام العجينة او قوام العيش من جوه الفوكاتشا بتاعتنا شكلها حلو قوي، والفراغات اللي جواها كده يعني هي من بره كراست كده ناشفة يعني، ومن جوه زي ما احنا شايفين طرية وشكلها لذيذ قوي وطعمها كان رائع. انا مش عايزة اقول لكم ان انا اتغديت بيها
مع كوباية شاي. نحط اي اضافات فوقيها. هي وصفة مرنة جدا ولذيذة قوي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله هقدمه. شكرا.